بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن المطبخ، ازاي قدرت افرش المطبخ، يعني ايه بالأجهزة اللي عندي ومقاسات من السوق. يعني ما نخش المطبخ كده هنلاقي ده ديب، دي تلاجة، ده الحوض طبعا زي ما هو بتاع الإسكان، دي غسالة 60 في 60، ده بوتاجاز، ده المطبخ، ده المطبخ اللي هو الحتتين، حتة فوق وحتة تحت، ده ممكن يبقى ميكروويف، ده فرن كهربا. الرخامة دي لسه فاضية معانا اهو. ده ديب فريزر مقاسات 60 في 60، وحطيت الديب هنا عشان التلاجة أعرض منه شوية، فالديب هيبقى راسي على العمود، ففي الآخر هيبقى هو والتلاجة سوا واحد من بره. وبعد كده التلاجة دي مقاساتها 80 في 70، تلاجة ضخمة شوية. ده البوتاجاز 90 في 80، 80 في 60، ده البوتاجاز. ده مطبخ، ده المطبخ اللي عندي في الشقة حاليا، شقتي اللي أنا ساكن فيها دلوقتي. مش عارف هو اللي هنفذه في الشقة هناك ولا لأ لسه، بس أنا قلت أحطه زي ما هو. ده طوله من هنا لهنا 125، ومن هنا لهنا 115 تقريبا أو 120. تمام. طبعا حتة العمود دي أنا لسه ما لقيتلهاش حل. هحاول أتكلم مع بتاع الأوتيل إن إحنا ممكن نفرغ في المطبخ عشان يبقى لازق في الحيطة كده ويسيب لنا مساحة. يبقى كده ممكن نفرغ في المطبخ الحتة دي على الموتيل، بس لسه هسأل حد بتاع الموتيل فيها عشان يبقى لازق في الحيطة هناك. طبعا الباب بيفتح لجوه، الباب كده هيخبط في المطبخ زي ما هو واضح قدامكم، فأنا هقلب الباب ده، هخليه يفتح لبره عشان أتفادى إنه يخبط في المطبخ عندي، يفتح لبره بالشكل ده. دي الغسالة 60 في 60. تمام. ممكن أحطها جنب الحوض أو ممكن أحطها بره هنا في الطرقة أو في البلكونة بتاعة المطبخ. تمام. ده الحوض اللي هو راكب في الإسكان، معملش عليه أي تعديل، مش ناوي أعمل أي تعديل، لأن لو ركبت حوض رخام هيضيق المسافة هنا أوي. المسافة دي اللي بين الحوض وبين التلاجة 40 سنتي، هي تزيد على 40 شوية بس يعني 40 مبدئيا. فلو عملناه رخام هناخد منها 10 سنتي كمان، تبقى المسافة 30. تبقى المسافة دي ضيقة جدا، مش هينفع إن حد يقف فيها مرتاح يعني. الباب دوت بتاع المطبخ أنا ناوي أشيله خالص، مش هخلي فيه باب مطبخ أساسا. ممكن لما نشيل الباب نحط هنا بقى إيه، نحط هنا مثلا أي حاجة. لما نطلع الغسالة بره نحط هنا مثلا كيتشن ماشين، كان في حد قال على كيتشن ماشين. ممكن نحط هنا رف ونعمله تحت حاجة وفوق حاجة كاستغلال مساحات. ياريت اللي عنده أفكار أو عنده تعليقات يسيبها. يعني أنا عملت الفيديو اللي فات 1000 مشاهدة تقريبا، 6 تعليقات و10 مشاركات يعني في ناس كتير شافته. طب اللي شافه لو ما عجبوش يقول إنه ما عجبوش، عجبه يقول إنه عجبه، عشان يعني إيه آخد آراء الناس وأعرف أشتغل عليها. فده كده إيه المطبخ بالنسبة لي هيبقى بالشكل ده.
هتخش من المطبخ من الباب، هيبقى بالشكل ده. لما تخش من الباب هتلاقي المطبخ بالشكل ده. دي تلاجة، بوتاجاز، مطبخ، حوض. الباب طبعا هيفتح لبره كده، نلاقي الغسالة هنا، أو ممكن نخليها جوه المطبخ. في ناس عملت ايه بقى، في ناس مثلا هتقوم جاية لاغية ده واخدة حوض المطبخ في البلكونة، طبعا هي هتكسر في الحتة دي فهتبقى الدنيا مفتوحة هنا على بعضها. والغسالة هتتحط هنا تحت رخامة أو تحت المطبخ اللي هيتحط هنا. المطبخ هيبقى قطعتين فوق بعض بالطول ده، فهيديك وسع أكتر وهيديك أماكن تخزين أكتر لما تحط مطبخ هنا قطعتين، قطعة فوق وقطعة تحت. يعني ممكن نعملها بشكل مبدئي قطعة مطبخ كده اهو مثلا، عشان منقفلش الباب نخليها لجوه شوية، وقطعة مطبخ تانية فوقيها تبقى بالشكل ده. طبعا ده في الحالة دي هيتشال، دول هيخشوا على المطبخ الجديد يبقوا هنا. البوتاجاز هيبقى في الوش الباب هنا كده. في ناس هتعمل التعديل ده، أنا مش ناوي أعمله. يعني أنا مش ناوي أعمل التعديل ده، أنا ناوي أسيب في بلكونة المطبخ، مش هدخل البلكونة في المطبخ. بس في ناس كتير بتتكلم إنها تعمل التعديل بالشكل ده، هيعمل معاهم مساحات تخزينية جميلة. المطبخ هيبقى قطعتين فوق بعض طولي، وطبعا هيبقى في هنا مسافة كبيرة يحط فيها أي حاجة هم عايزينها تاني. طبعا هيبقى هنا في مطبقية فوق الحوض، نفس الحكاية برضه لما الحوض كان هيبقى في مطبقية فوق. في في فكرة كده إن هم يعملوا مطبخ بالشكل كده. طبعا دي حرية شخصية، عن نفسي مش حابب إني أعمل الفكرة دي، هسيبه زي ما هو. ده تقريبا المطبخ يعني بالنسبة لي. لو في حد عنده أي تعليق أو آراء ياريت تسيبها في كومنت عشان نتناقش فيها، أو ممكن أعدلها تاني. لو حد عنده أبعاد غير دي للغسالة للتلاجة ممكن نعملها برضه. السلام عليكم.